في الفيزياء في مبدئين لازم تفهمهم وتفرق ما بينهم كويس جدا لو انت عايز تنجح في اي حاجة انت بتعملها. المبدئين هما الحركة والتحرك او الموشن والموفمنت. التعريف العلمي للحركة اللي هي الموشن هو تغير في موقع الجسم مع مرور الوقت، والتعريف العلمي للتحرك اللي هي الموفمنت هو انتقال الجسم من مكان الى اخر، وغالبا بيكون بإرادة او غرض معين. مثال بسيط جدا، لو انت نايم على السرير وعمال تتقلب في مكانك فدي اسمها حركة او موشن. لكن لو انت قاعد على السرير وجعت فقمت واتحركت ناحية المطبخ بهدف ان انت تاكل عشان تشبع، ده اسمه تحرك او موفمنت. طيب تمام، عايز تقول ايه بقى يا احمد؟ اللي انا عايز اقوله لك انك لما تيجي تشتغل على هدف انت عايز تحققه، فهمك للفرق ما بين الحركة والتحرك يفرق معاك السما والارض. خلينا ناخد مثال انك شخص عايز تنزل تتمرن فنون قتالية عشان تدافع عن نفسك. انك تقرا وتتفرج على فيديوهات وتسمع بودكاست عن الفنون القتالية دي اسمها حركة. لكن انك تنزل مكان وتدفع الاشتراك وتشتري الادوات وتدخل اول تمرينة ده اسمه تحرك. وقيس على كده اي حاجة انت عايز تحققها. لازم تفهم ان كل تحرك لازم يبقى فيه حركة، لكن مش كل حركة تعتبر تحرك هادف اتجاه هدفك. ما تبقاش نايم بتتقلب في السرير وفاكر انك بتتحرك ناحية هدفك وبتحققه. وصلت؟ سلام.